بالله عليك يا مسكين يا ضعيف، تعمل العادة السرية وهو شايفك؟ ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. شايفك معاك قريب منك مراقبك. بعض الناس للأسف إذا سافر إلى بلاد هو غريب فيها أخذ يقلب عينيه فيما شاء من صور ومن نساء ومن محرمات ومن أمور منكرة، لأنه إذا ما غض بصره، لأنه إذا ما حفظ العينين لن يحفظ الفرج، وإذا أطلق لعينيه العنان كل الحوادث مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشراب. هيحاسبك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. أنا قلت إن أخطر حاجة في الآخرة إن اللي هيحاسبك هو اللي شافك. فشهود الإثبات هو شافك، كان معاك. شوف بقى لما تقف قدامه يقول لك يا عبدي لما، تقول له ايه؟ تقول له ايه طيب؟ يقول لك ده وانت بتعصيني انت في قبضتي وتتصرف بحولي وقوتي، تحاربني بنعمي وتبارزني بكرمي وتعصيني بتمكيني. بالله عليك تقول له ايه ساعتها؟ مش حاجة تكسف، مش حاجة تخوف، مش حاجة تتعب يا ضعيف. تعمل العادة السرية وهو شايفك. تخيل ان العادة السرية فيها سعادة. كم واحد بدأ في العادة السرية وبعد كده يقول لك انا ما بنامش غير لما بقع في العادة السيئة، ولكن مش عشان اللذة، عشان اتهد وانام من الهم النفسي اللي مالي قلبي. كم واحد كم شاب متهيأله او متخيل ان الزنا ده فيه لذة او فيه، كم واحد وقع في الزنا. انا شفت ناس وقعت في الزنا والله العظيم، والله عايزين ينتحروا، والله شباب يقول لك انا ما عادش في لذة في حياتي، انا ربنا سلب مني اللذة، انا ما عدتش حاسس بمتعة اي شيء. بيتمتع متجوز عرفي ويقول لك ما فيش اي متعة في الحياة، انا حاسس ان انا محطم، انا كل حاجة عندي اتحرقت، انا عايز انتحر، انا حاولت الانتحار فعلا. ايه ده؟ ما ربنا ما يفضحش حد من اول مره ابدا ابدا يا اخوانا. تخيل الشاب اللي بيعمل عاده سريه، تامن انك تموت وانت بتعمل دي. الشاب اللي قفل الباب بتاع اوضته كويس قوي وفتح موقع اباحي على النت وقعد يتفرج على الموقع والعياذ بالله، اتاخر ساعه 2 3 4، امه مش عارفه هو اتاخر ليه، كسروا الباب دخلوا لقت ابنها ميت عاري قدام موقع اباحي. يا للفضيحه، يا للخزي. ده لما يقابل ربنا يقول له ايه؟ ده مصيبته يا جماعه مش انه كان بيتفرج على موقع، انتوا عارفين ده مصيبته ايه؟ ان كان بيتخفى من نظر المخلوق ومش بيتخفى من نظر الخالق. المعصيه الصغيره بتكبر قوي قوي بحاجات بتبقى في قلوبنا واحنا بنعملها. المعصيه الصغيره بتكبر قوي بالحزن عليها لو راحت. يا اخوانا الحزن على المعصيه لما تروح بيخليها كبيره من الكبائر. الفرح بالمعصيه لما تيجي بيخليها كبيره من الكبائر. مراقبه المخلوق وان الشاب يخبي في اوضته ولا تحت سريره ولا في مكان في الشقه ما حدش عارفه حاجه فيها معصيه لله، بيستتر عن الناس وما بيستترش عن الله، ده بيخلي المعصيه. ولا يخبيها في فولدر جوه فولدر جوه فولدر على الهارد ديسك بتاع الكمبيوتر، ده بيخلي المعصيه دي تتحول الى كبيره مش صغيره والعياذ بالله.